ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل برجر بطريقة حلوة قوي. معايا بصلتين وسط كده، هعملهم في الكبة، هفرمهم، هشيل منهم معلقتين كده، وباقي الكمية معلقتين زبدة كبار هحطهم يتشوحوا مع الزبدة كده، واحط عليهم رشة فلفل اسود صغيرة واقلبهم. انا عايزة بس البصل ياخد طعم الزبدة ويدبل شوية كده بالشكل ده كده. وبعدين احط المعلقتين البصل، واحط البصل اللي انا عملته بالزبدة، واحط نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة بابريكا صغيرة و... وكمون، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، واحط نطرة قرفة كده، ونطرة بهارات لحمة، ومعلقة مستردة، ومعلقة كاتشب، واحط الملح بتاعي، واقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. احلى برجر هتاكليه بالطريقة دي، طعمه حلو جدا. اقلب بقى كويس كده، المكونات كلها تبقى تتجانس مع بعض بالشكل ده كده. وبعدين بجيب اي غطا بقى عندي او بتاعة البرجر لو متوفرة، وبعمل البرجر بقى. لو انت حابة تعمليه ارفع من كده عادي، انا بعمله تخين شوية كده، واحط الكيس واقفل بقى عليه كده بالشكل ده كده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. واعمل الكمية كلها بنفس الشكل كده، واقفل بقى كده. طبعا لو حابين تعملوه ارفع من كده براحتكم اللي تحبوه. عملت الكمية كلها، عمل الكيلو، عمل معايا ده كان كيلو لحمة مفرومة، عمل معايا الكمية دي. طبعا انا حطيته يتشمع في الفريزر حوالي ربع ساعة. لو انت عاملاه من قبلها بيوم او مخزناه قبلها بيقعد فترة في الفريزر عادي جدا، بيبقى جميل لو انت هتخزنيه كده يعني. شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي. شايفين؟ يعني ده اصلا هو كان لسه يعني يدوبك اتشمع، بس ما كانش لسه جامد ولا حاجة، بس كان حلو معايا بقى. حطيته في الفرن وهحمر العيش بتاع البرجر كده. انا بس بديله لون كده عشان بيبقى طعمه احلى، طبعا ده اختياري. ومعايا بقى الخضار، فلفل وطماطم وبصل، بديلهم برضو في الطاسة تشميعة كده، يبقى زي المشوي كده، بيبقى طعمه حلو. ودي اختياري برضو، لو بتحبوا الخضار ني يعني براحتكم. ده طلع من الفرن اهو، وحطيت عليه الجبنة بتاعة البرجر كده، وهحطه دقيقتين بس في الفرن عشان الجبنة تسيح. شفتوا طلع بالشكل ده كده. هعمل بقى السندوتشات كده، هو مستوي طبعا وحلو. ولو حابين تعملوه في الطاسة براحتكم، انا حطيته في الفرن. واحط بقى الخضار اللي انا عملته في الطاسة، وحطيت بقى هالبينو وحطيت بقى طبعا الصوصات اللي تحبوها، مايونيز، كاتشب، براحتكم. الحاجات دي بتبقى اختياري حسب الذوق الاكل وكده. وهحط خس برضو. طبعا مش قادرة اوصف لكم الجمال السندوتش ده عامل ازاي، انا مهما اكلت بره ان ده افضل سندوتش برجر ممكن تاكلوه. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، حلو جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، متنسوش تشتركوا بالقناة. شايفين؟
يلا نعمل طبق بطاطس بقى حلو كده. دي بطاطس انا قشرتها وحطيت لها معلقه خل وملح وحمرتها، وحطيت عليها الذره الاصفر ده، وحطيت هالبينو، وسيحت جبنه وحطيت عليها. طبعا الطبق ده احنا بنشتريه من بره غالي جدا، بيجي جنب الاكل كده مقبلات، فانا عملته مع البرجر عشان اوريهولكوا الطريقه.